حبايب قلبي عاملين ايه؟ ما تيجوا كده نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، وتيجوا كده بحبايه بيض نعمل حاجه حلوه كده للولاد بمناسبه ان ايه عيد الحب. يلا بينا كده نعمل مع بعض حاجه حلوه وبسرعه. انا معايا بضايه اهي بدرجه حراره المطبخ اهي، هنزل بيها في الخلاط في الكبه بالمضرب العادي، كله شغال وهينفع معاكي. طبعا هنحط شويه فانيليا اهو، انا نزلت بالفانيليا. وطبعا معانا بقى معلقه الخل ما ننساش، بس كده. وهنضرب الكلام الجميل ده مع بعض كده. ضربنا البيض اهو، معانا بقى نص كوبايه سكر اهو حبيبات، هننزل بيها كده وهنضرب تاني مع بعض. ومعانا كوبايه الا ربع لبن، نزلنا بيها اهو. لبن مش بارد يا جماعه، لبن يعني انا مدفيه كده عشان ايه ما يبقاش ساقع خالص. زي ما انتم شايفين انا ضربت اهو، شايفين. هننزل بقى مع بعض بنص كوبايه زيت، زيت يكون حلو وريحته كويسه. نزلنا كده بنص كوبايه الزيت كلها. نضرب بقى الكلام الجميل ده كله تاني مع بعض. وهننزل كده معانا كوبايه وربع دقيق، هننزل عليهم بمعلقه بيكنج باودر. مش هننسى كمان رشه ملح. بس كده. وهنخلط المكونات دي مع بعض. وكده خلصنا المواد الجافه، وطبعا معانا البيض مع اللبن مع الزيت. طبعا احنا بقى هنعمل ايه؟ احنا مفيش عندنا اللي هي ريد فيلفل، فهنعمل ايه؟ عندي لون غذائي احمر شاريه من عند مستلزمات الحيواني. احنا بقى هنعمل ايه باللون ده اهو. هضرب كده واشوف اللون اداني اللون اللي انا عايزاه ولا لسه. اهو انا شايفه ان هو محتاج تاني عشان يديني اللون الاحمر اللي انا عايزاه، فهنزل بشويه كمان. وهرجع اضربهم تاني مع بعض. وكده هننزل بقى بالايه، بالمواد السائله على المواد الجافه. هنبدا بقى نقلب كله في اتجاه واحد. كله في اتجاه واحد اهو، شايفين القوام بتاعها. انا حاسه انها خفيفه شويه، فممكن انزل عليها بمعلقه دي. ومعانا كده صينيه الكب كيك، ومعانا ورق الكب كيك. هنبدا بقى نحط في ايه، في الورق بتاع الكب كيك. طبعا مشغلين الفرن على درجه حراره 180. نبدا نملى كده كل الكب كيك اللي معايا، الورق بتاع الكب كيك اللي معايا.
وزي ما انتم شايفين اهو انا مليت الورق بتاع الكب كيك كله، واي حاجه بقى واقعه كده على الصينيه بنمسحها بورقه منديل، مش عايزين اي حاجه واقعه. طبعا الفرن زي ما انا قلت لكم انا مشغلاه على درجه حراره 180. هخلصها واوريها لكم. وزي ما انتم شايفين انا دخلت الكب كيك في الفرن اهو على درجه حراره 180 ظبطاه حوالي 40 دقيقه. زي ما انتم شايفين اهي خرجت من الفرن قدامكم اهي، بس هي لسه سخنه طبعا شويه، فانا مستنيه اما تبرد وبعدين نزينها مع بعض. ودلوقتي الكب كيك معانا بقى بارد، نقدر دلوقتي نزينه. انا معايا كريم شانتيه اهو، هبدا ازين الكب كيك. زي ما انتم شايفين انا زينتها معاكم. معانا دلوقتي بقى هنحط ايه؟ في شوكليت شيبس ابيض وبني. هننزل كده عليها كده واحدتين، هننزل عليها بالبني برضو. كده بالابيض والبني عشان يديها المنظر، يديها شكل حلو قوي. هنزين بقى شويه بالبني كمان على الابيض ده عشان يديها ايه شكل حلو، متبقاش بيضه بس. بس كده، ايه رايكم بقى كده؟ اهو تزيين بسيط خالص واداها منظر حلو، وهنفرح الاولاد بيها وهيبقوا مبسوطين قوي وهما بياكلوها. ايه، وفرحنا اولادنا وعملنا حاجه بسرعه ما خدتش معانا وقت خالص. لو بتتابعوني بقى لحد دلوقتي ما تنسوش تحطوا لي اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. يا رب فيديو النهارده يكون عجبكم. يلا باي باي ومع السلامه.